من الحاجات اللي تطمنك في بدايه الانترفيو دايما انك ما تدخلش هجمه في الموضوع. ايه اكتر الاخطاء اللي بنقع فيها وازاي نتجنبها في الانترفيو؟ اكتر الاخطاء في الانترفيو انك اولا ما تبقاش محضر نفسك، انك رايح كده جامد يعني وبتاع ومش مذاكر كويس ومش محضر الاسئله بتاعتك ومش محضر نفسك و... فدي هتعمل لك مشكله. الحاجه التانيه الابييرنس بيدي ثقه على فكره، يعني انت لو نازل من البيت مهيئ جدا بابييرنس كويس ده لو حد ذاته هيدعمك كويس جدا في الانترفيو. الحاجه المهمه لو اطمنت لحته ان مفيش حاجه نموذجيه امشي عليها ولا خط مستقيم لازم اعمله عشان اوصل للشركه دي او للمكان ده، بس هو الموضوع كله في شخص يتماشى مع ده ولا ما يتماشاش مع ده. فانت علشان تعمله حضر نفسك كويس، ذاكر كويس، راجع الاسئله، اهتم جدا جدا بالسوفت سكيلز والكوميونيكيشن لان هي مفتاح التعامل مع كل الناس حتى في الانترفيو. حاول تعمل ايس بريك، يعني ما تخافش. من الحاجات اللي تطمنك في بدايه الانترفيو دايما انك ما تدخلش هجمه في الموضوع. اصل من اسوأ حاجه وممكن توصلك للتوتر ده ان الموضوع يمشي سين جيم، يعني اسمك، سنك، طب كلميني عن نفسك، طب عملت ايه، طب مش عارف ايه، طب ايه، وانت عماله رد فعل رد فعل رد فعل. لو طورت عندك السوفت سكيلز هتلاقي نفسك اوتوماتيكلي بتعرف تسال اللي قدامك وتخلي الموضوع يبقى ديسكشن وحوار. بتعرف تعمل ايس بريك لطيف في الاول فالناس تتهيأ لبعضها فابقى فاميليار مع الشخص اللي قاعد قدامي. وفوق ده كله ما في لو في حاجه صعبه انا مستعد ان انا اقول ان انا ما اعرفهاش عادي جدا.